بكرة أحلى باللي جاي يتفقله خير، بالإرادة والعمل نفرق كتير. فينا نتفكير، يلا نبني مصر تاني من جديد. بلدنا بتتغير، وده اللي خلى شباب كتير يرجع من بره علشان يفيدها. منهم هاني الجمل اللي رجع بعد ما بقى مدرس مساعد بجامعة ماريلاند علشان يغير في بلده. فاحنا بنحاول في المرحله دي ان احنا نحفر ننظف ال 600 متر دولت، ويا دوبك الميه تبدا تجري في ال 600 متر دولت من فوق، احنا نيجي على اخر 200 متر على قد الفلوس او الميزانيه اللي موجوده للمشروع، على اخر 200 متر نعمل ايه؟ نعمل ماسوره ويكون في غرف تفتيش كده، وكل فلاح هيجي هيساهم، كل فلاح هيساهم عشان بس البلد تعرف ان الفلاح لما بيلاقي ان حد عايز يساعده هيساعد نفسه هو كمان. احكي لنا بقى عن القمح السنه دي. والله القمح السنه ده يا باشمهندس الله ينور عليكم، قمح حلو ومحصول ان شاء الله هيبقى عال، والغله هي انتوا واقفين فيها هي، وغله احسن غله. بلدنا فاتحة دراعاتها للشباب. احنا اسفين كدبنا عليكم. هاني عمل كل ده صحيح، بس محدش فتح له دراعاته. هاني الجمل واحد من 25 محبوسين في قضية مجلس الشورى، وممكن يدفع سنين من عمره علشان عبر عن رأيه بسلمية. لمن يهمه الأمر، الدول بتتقدم بشباب زي هاني الجمل. احنا ماشيين غلط. عمر الظلم ما قوم دولة.